جماعه تعالوا اقول لكم سريعا ليه انا بنصح دايما اي حد تمريض عايز يروح يعمل اوزبيلدونج في المانيا ان هو يبعد عن التنهايم او دار مسنين ويقدم دايما على كرانكنهاوس او المستشفى يعني. ده لان انت في الالتنهايم انت مش بتتعلم حاجه، او لما بتتعلم حاجات كده الحاجات الدارجه يعني، والباقي انت كله بالحب. مش بتلاقي حد يمشي معاك مثلا يقول لك لا دي صح لا دي غلط دي كذا كذا كذا. الفنيات دي مش بتتعلمها. اللي انت بتاخده نظري مش بتطبقه عملي خالص في الالتنهايم. بتلاقي قلة عمالة يعني، مثلا قلة تمريض، قلة دكاترة، الكلام ده كله. فانت بتلاقي انت كطالب عليك لود كبير جدا. انت دلوقتي رايح مش لاقي مثلا غير واحد بس معاك في الشاشة. فانت دخلت دلوقتي لقيت نفسك عليك نص شتاتسيون كامل من 15 ل 20 مريض المفروض تخلصهم. وده طبعا هيؤدي ان انت تكروت، وكروته مع كروته هيبقى ده اسلوب حياتك. فانت ولا اتعلمت ولا اشتغلت صح. ولما يجي عليك تفتيش مثلا او ساعه الامتحان هتلاقي نفسك انت مش عارف تشتغل، لان انت مش عارف ده صح اصلا ولا غلط. بالنسبه بقى للمستشفى بيكون الحمل على المخ اكتر وعلى التفكير، لان انت المفروض تعمل كل حاجه بدقه كبيره. لان انت لو رجعت بقى لورا هتلاقي اللي انت اصلا بتتعلم بدقه، قدامك المؤهلات اللي تخليك تتعلم صح، الناس فاهمه صح، بتنصحك صح. بس ده طبعا محتاج اللي انت تكون مهذب، اللغه بتاعتك قويه، مش مسافر اللي هو ايه اي حاجه والسلام. انت مسافر ان انت تتعلم. فهتلاقي بقى لو انت مثلا في التنهايم وبعد كده اخدت الانزاتس بتاعتك في مستشفى، هتلاقي فرق شاسع ما بين الطالب اللي كان في مستشفى اصلا بادئ فيها، وانت هتحس ان هو هنا وانت هنا. فانصحك وبشده انك لما تيجي تقدم تكون لغتك قويه وتقدم على مستشفى.